ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. وسلامي لكل الناس اللي بتسأل عليا وبتبعتلي على الخاص. تسلمولي يا رب. يلا بقى هنعمل وصفة جديدة كده، حاجة خفيفة. مبدئيا كده عندي 5 كيلو حليب او لبن. هنعمل ايه؟ هنعمل شوية رز بلبن زي ما قلتلكوا. ونزلت على المنتدى ان ذكرى وفاة والدتي الله يرحمها. نسألكم الدعاء والفتحة ان شاء الله. فقررت ان انا هعمل رز بلبن. دايما احسن حاجة نعملها ان احنا نشوف حبايبنا كانوا بيحبوا ايه في حياتهم، ونكرمهم بعد كده بان احنا نفتكرهم بالحاجات ديت، ونعمل لهم الحاجة اللي هما كانوا بيحبوها. فيلا بينا نعمل الرز بلبن. انا هنا عندي ال5 كيلو حطيتهم على النار، وعلى نار هادية عشان ما يشطش مني. وبعدين ال5 كيلو حليب دول هياخدوا مننا 2 كيلو ونص، كوبايتين، قصدي كوبايتين ونص من الرز. كوبايتين ونص. المج اللي انا مصوراه ده او مج الشاي اللي عندك هيبقى كوبايتين ونص من الرز. عندي هنا الرز دوت رز الساعة، وعندي رز تاني يعني اهو موجودين. ويلا هو بصوا بقى بيزعق لي ويقول لي يلا نبدأ. الدبدوب اللي على الكوباية ده عايز يبدأ بقى. فيلا احنا هناخد كوبايتين ونص من الرز دولت، هنحط عليهم مقدار المية. يعني هتحطي حوالي 5 كوبايات من المية، عشان انا مش هحط زيت ولا اي مادة دهنية ولا هحط اي حاجة. انا عايزة الرز يتسلق بالمية بتاعته وبس. يعني عايزاه يستوي ويبقى طعمه حلو ومستساغ، كأنك بتاكلي طبق رز عادي بس مش محطوط له اي حاجة. خلاص، فهو هحط 5 كوبايات من المية. ولو احتاج، لان في نوعية رز بتحتاج مية اكتر، وهتسيبيه لحد لما تلاقيه اتشرب ميته واستوى. هسيب بقى هنا الحليب يغلي، وهنا على جنب هعمل ايه؟ هاخد ادي 1 2 ادي 3 4 5 5 معالق من النشا. حط عليهم بقى شوية مية، وغطيناه شوية كده بالمية، ونقلب بقى ونركنه على جنب. ده لان ده ايه، لما احط الرز على الحليب هبقى انزل النشا بتاعي، هدوب النشا بتاعي كده اهوت، واسيبه بقى كده على جنب لحد لما ايه احتاجه. وطبعا عندي كمان على جنب كده في علبة فيها جوز الهند، يدي طعم حلو كده. يلا بينا نروح نشوف بقى الرز بتاعنا اخباره ايه. لسه اهوت، بصوا لسه شوية. انا عايزاه يشرب ميته واحس ان هو طري وبيتمضغ بمعنى اصح، عشان لما ينزل في الحليب يبقى كده كده هو مستوي، فما يبقاش طعمه مش حلو. يلا عقبال بقى ما يستوي كده معايا. وادي برضو الحليب لسه مغليش. اهم حاجة ان انا اغلي الحليب بتاعي او اللبن بتاعي، لازم يغلي، لانه لو مغليش مش هيبقى حاجة صحية ولا حاجة نظيفة. تمام. يلا بقى ايه عايزين؟ ادي الرز قرب يخش على السوا، بس برضو هسيبه لحد لما يبقى، بصوا انا عايزاه يبقى كأن بالظبط انا لو غرفت منه كده واكلت معلقتين هيبقى حلو. يلا بصوا بقى، تعالوا اوريكم كمان عشان اللي عايز يعمل الموضوع ده يعمل ايه. انا هنا جبت العلب دي او الكوبايات بتاعه الرز بلبن دي. جبت 50 علبة بالمعالق بتاعتهم. بصوا اهي. يلا بحاول اوريها لكم اهي، يا رب تكون واضحة اهي.
الكوباية هتاخد معاكي كبشتين بالمغرفة كده بالكبشة، تاخد معاكي كده كبشتين مثلا، وبتتقفل وبتبقى محكمة اما بتتقفل وجميلة، وجميلة بصراحة، بتشيل وفي نفس الوقت اللي بياكلها بيحس اللي هو خلاص هو اكل حاجة كده نظيفة وكويسة. هتلاقيها عند بتوع المنظفات، المحلات اللي هي بتاعت المنظفات ديت هتلاقي منها كتير. يلا بقى نرجع تاني نشوف حاجتنا. ادي الحليب بتاعي اهوت بدأ يخش على الغليان. اهم حاجة عندي ان هو يسخن ويبتدي يطلع البخار بتاعه، ويبتدي بقى الاقيه كده بيغلي عشان اعرف اشتغل بيه ويبقى صحي ونضيف، لان كده كده كلنا هناكل، يعني احنا مش بس هنوزع الحاجة، احنا هنوزع منها وهناكل احنا كمان، فلازم الحاجة تبقى كويسة وصحية. تمام. اهو تعالوا بقى نشوف الرز بتاعنا. عايزين نحط بقى الرز بتاعنا كده في الحليب ونشوف الرز بتاعنا استوى ولا لأ. الرز اهوت، بصوا بقى استوى بقى خلاص اهوت، شرب ميته واستوى وبقى حلو. انا هنا بصوا اخدت واتلسعت بقى يعني ما شاء الله على لسعة، على اللسعة اللي الواحد اخدها من الرز دي. بس استوى، ما انا لازم اتأكد ان هو استوى. يلا بقى ننزله في قلب الحليب بتاعنا اهو، بصوا بدأ يكرمش اهو. يلا بقى هنزله ونشوف بقى في الحليب بتاعنا واقول لكم بقى. انا هنا اهوت ادي الرز جبته اهو. يلا الحليب بتاعي كنت وطيت عليه بقى خالص، لما بدأ يغلي وطيت عليه عشان ابتدي انزل الرز. معلش بقى الدوشة دي عشان انا واقفة بره شوية ناحية البلكونة، انتوا حاسين بالدوشة بتاعت الشارع. يلا انا فضيت الرز بتاعي اهو كله، ملزقش ولا حاجة ولا عجن ولا عمل اي حاجة. بصوا بقى نزلت الرز اهو، نقلب مش هيعجن، ولو حسيتي ان هو مكلكع ولا حاجة هو هيفك. انت بس هاتي كده المضرب وقلبي بالمضرب السلك كده علشان الرز يفك من بعضه، وما تخافيش هتلاقيه يفك على طول. بصي اهو، تجيبيها كده وتفرديها من بعضيها كده هتبقى زي الفل، ما تقلقيش مش هيكلكع مش هيعمل حاجة. وبعدين طالما بتعملي الحاجة بحب ما تفتكريش ان هي ممكن تبوظ منك او كده، لا بالعكس، بس جمدي قلبك واشتغلي بقلبي كده هتلاقي الدنيا مشيت معاكي وبقت حلوه. عايزين بقى نبتدي بقى نحط السكر بتاعنا. بصوا السكر ده بقى حسب الرغبة، يعني انا حطيت كوبايتين ورجعت بعد كده حطيت نص كوباية كمان، حسب بقى انتي بتحبي مقدار السكر بتاعك عامل ازاي، عايزاه يبقى مسكر قوي ولا عايزاه هادي ولا عايزاه يبقى دلع كده مفهوش سكر قوي. وتقلبي وتدوقي. احنا كده بس كل اللي انا بحطه السكر، وتقلبيه كويس كده وتدوقي. فالسكر ده اختياري، وبرده جوز الهند اختياري، لو عايزة تحطي او ما تحطيش ده برضو اختياري. قلبي بقى كويس كده، ودايما خلي ايدك في قلب اللبن كده علشان ما يشطش او يتلسع الارضية بتاعته.
يلا انا بقى بوريكم هنا. بصوا السكر اهو، ده اللي انا استعملته، كوبايتين ونص. وخلاص كده السكر بقى طعمه حلو. يلا بقى ايه، نحط جوز الهند كده. بصوا، يلا بقى. ده طبعا هيخلي الطعم احلى وهيبقى يعني ليه طعم حلو كده. لو مش حباه خلاص، في ناس ما بتحبش جوز الهند، بس انا بحب احطه يغني الطعم شويه. ايوه، نقلب بقى كده. متنسوش بقى وتسرحوا كده، متنسوش بقى اللايك والشير، متنسوش بقى ايه التعليقات الحلوه بتاعتكم والدعوات الجميله. واللي يخش بقى عندي ويشوف فيديو حلو يعجبه، ياريت يشترك كده ويشجعني. واللي عايزني اعمل حاجة معينة او اطبخ طبخة معينة يقولي. يلا بقى، بصوا بقى، فاكرين انتوا ال5 معالق النشا اللي دوبتهم في المية اهم، وانتي تصبي بايد وتقلبي بالايد التانية عشان ما يكلكعش منك خالص. تمام، قلبي يمين كده وشمال وبتاع بحيث ان هو ايه يدوب على طول. بصوا بقى، بصوا شايفين المنظر تقل ازاي؟ احنا كده بقى عندنا احلى رز بلبن في الدنيا، وطعم ومسكر السكر اللي على مزاجنا. بصوا عمل ازاي كده. خلاص كده احنا نطفي عليه ونسيبه لحد لما يبرد خالص، وبعدين نعبيه في العلب بتاعتنا ونسقع العلب بتاعتنا ويبقى كده خلاص. انتي كده خلصتي الرز بلبن وبقى جاهز معاكي. ما تخافيش ان الكمية هتبقى مثلا كبيرة، عايزة تعملي 5، عايزة تعملي 10، زودي بقى. لو انت عايزة تعملي 10 هتضاعفي الكمية وخلاص. على كده هتضاعفي الكمية بس في الحليب، بدل ما هما 5 هيبقوا 10. هتضاعفي كمية الرز، بدل ما هما كوبايتين ونص من الرز هيبقوا كيلو رز. تمام، بس خلاص انا طفيت اهوت عليه لحد لما يختم هو بقى كده. وبعدين نبتدي نعبي الكوبايات بتاعتنا. وانا بقى ايه عبيتها اول ما برد وحطيتها في التلاجة، وهي بقت تمام. واخدناها ووزعناها على الحبايب، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتهم وحسناتنا ويجعل مأواهم الجنة بإذن الله. ربنا يرحم أمواتنا أو أموات المسلمين أجمعين ويصبرنا على فراقهم. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى يكون شجعكم على حاجة جديدة. افتكروا دايما اعملوا لنفسكم كل حاجة حلوة. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، ويلا مع ألف سلامة.